نافالني أكبر معارض في روسيا عارض بوتين بقوة، فبوتين قرر يقضي عليه بسم صنعه الاتحاد السوفيتي، لكن محاولة الاغتيال فشلت، وهذه محاولة الاغتيال سببت مظاهرات في روسيا. ونافالني موديل يوتيوبر نزل فيديو مدته تقريبا ساعتين جاب تقريبا 130 مليون مشاهدة، فضح فيها كل أعمال فساد بوتين والمقربين منه، واسم الفيديو قصر بوتين. Sip on mezcal, I like tequila, damn this shit tasty. Yeah, you know that I made about a million off a pink beanie. I feel like my life is a movie, damn it's too easy. Can't catch me, I'm jumping the borders, hit the embassy. It's bag or die. 7 gold chains on me, call me Slick Rick. Just made an album, 7 days, that's quick. Boobies going up and down, she's fit. Hold up, wait, rewind that shit. Got uncut gems, Adam Sandler. نافالني قائد حزب معارض في روسيا، ومن المعروف عنه أنه كاره وحاقد على حكم بوتين في روسيا، وفي الكثير من الأحيان كان يهاجم بوتين والمقربين منه من سياسيين ورجال أعمال فاسدين. باختصار، والنقطة المهمة اللي لازم تعرفها أنه نافالني هو وجه العملة الصالح في روسيا، وهو محبوب بشكل كبير عند الشعب. أليكسي نافالني هو السياسي الوحيد اللي ممكن يمشي في الشارع بدون ما يقتله أو يركب طيارة عادية مع الناس. В Германии тоже было хорошо, но возвращаться домой всегда лучше. يعني باختصار هو تقريبا جوشو روسيا إديشن. نافالني كان مسافر في طيارة من مدينة في شرق روسيا لموسكو العاصمة، ومدة الرحلة كانت 4 ساعات، لكن بعد نص ساعة بدأ نافالني ينازع. بعد ما نافالني بدأ يصارخ قال للمضيفة أنه تسمم ولازم ينزلوه الآن في أقرب مستشفى، وزوجته كانت معه. نافالني يا قرة عيني قل لي مين جرأ قرب منك يا روحي؟ قال لها بوتين وغمض عينيه. لحقوه للمستشفى وحطوه في الكوما. الأطباء غسلوه حرفيا، غسلوا المعدة المريء والدماغ. الأطباء الروس لحقوا عليه في آخر لحظة، وانتبه جيدا لهذه التفصيلة لأنها راح تكون مفيدة جدا في القصة. ونزلوا الأطباء تقرير أنه فقط هو يعاني من توعك. زوجة نافالني ردت عليهم توعك؟ كل هذا وتوعك؟ قاعد يتنفس أنفاسه الأخيرة وتقول لي توعك؟ ردوا عليها خلاص لا تزعجيها. وبعد فترة نزلوا تقرير ثاني يقولون فيه نافالني المسكين تسمم في كأس الشاي اللي شربه اليوم الصبح، والسم ما قدرنا نعرف نوعه أو طريقة محاربته. خلاص يعني راح يودع الملاعب في القريب العاجل. تقدروا تبدأوا بحفر القبر في أقرب وقت. Находится на аппарате искусственной вентиляции легких, но состояние его стабильное. В настоящее время есть несколько диагнозов, которые исключаются. فنزل آلاف الناس المناصرين لنافالني قدام المستشفى في مظاهرات لمحاسبة المسؤول عن تسميمه. زوجة نافالني قالت لهم والله أنا اللي راح أرجع زوجي حبيبي قرة عيني، وأخذوه بطيارة خاصة لبرلين في ألمانيا وحطوه في مستشفى خاص ابن خاص. فالأطباء غسلوه بديتول المعدة والمريء والدماغ، وبعد فحص السم اكتشفوا أنه هذا السم موجود فقط عند المخابرات الروسية. هذا السم طوره الاتحاد الأوروبي في وقت الحرب الباردة بينه وبين أمريكا في الثمانينات، ومن أهم خصائص هذا السم أنه يضربك بشلل في الأعصاب، وبعد فترة قصيرة تموت. ولكن بعد 12 يوم وهو في الكوما نافالني يرجع من الموت ولا كأنه صار له شيء، وبقوة معارضة أكبر راح تهدم الأخضر واليابس. رجع من الموت وكأنه زورو في ون بيس. وبعد فترة قصيرة نزل فيديو مدته تقريبا ساعة يفضح فيه عملاء الكاي بي جي اللي سمموه بأمر من بوتين. عدد العملاء كانوا 8 وهم يتتبعوه منذ أكثر من 3 سنوات. الفيديو دخل على 27 مليون مشاهدة، وبعدها بأسبوع نزل فيديو نص ساعة جزء ثاني من فضيحة المخابرات الروسية وفشلهم في تسميمه. وفي الفيديو اتصل بواحد من الفريق اللي سممه وتحايل عليه على أساس أنه واحد من المسؤولين في المخابرات، ومن الاتصال اكتشف طريقة اللي سمموه فيها. مبدئيا الله يعزكم جميعا، لكن حطوا له السم في ملابس داخلية. يا المخابرات الروسية قليلة التربية يا أخي، كنت قادر تحط السم في أي مكان آخر، وش معنى تختار الملابس هذيك بالضبط؟ мелочь. Вот. Я считаю, ну, мне так, ну, как по моему мнению, все было как бы спланировано и ну, правильно было все спланировано. По-другому никак не могло быть. Если бы неправильно было спланировано, ничего бы не делали. У меня по-прежнему остались вопросы. Во-первых, вещи где? Что с вещами? Что с вещами? Ну, навальновские вещи где? Ну, были, вот, я их крайний раз видел в Омске самом. Это... Оставили там. Ну, мы там ездили, работали, ехали, нам отдали их, привезли местные ребята омские. Вот.
يا ما توقعتها من بوتين، تحط السم في البوكسرات. هذا تقليل من احترام الكاي بي جي. وبعدها نافالني قال انه راح يرجع لروسيا. رجع لروسيا؟ مستحيل، ولا واحد صدقه. راح يقتلوه اول ما يوصل في اقل من 5 ثواني. بالتاكيد هذه نكته او كذبه ابريل مقدمه. وبالتاكيد كان في حاله سكر وراح يرجع لعقله غدا بعد ما يستيقظ. قال لهم خلاص انا اشتريت التيكت والبنك ما يقبل ريفند. يا رجل صلي على النبي. وراح لاحد المحاكم في المانيا وبرأ نفسه من جميع الاتهامات الدوليه اللي عليه. وفي 18 جانفي 2021 رجع نافالني في طياره من برلين لموسكو، والاف الناس كانوا مستنيينه في المطار. طياره قربت للمطار لكن في اخر لحظه سوت لهم حركه كريستيانو رونالدو وغيرت مسارها لمطار اخر. قابلته الشرطه في المطار. هلا بحبيبنا الغالي، زمان عنك يا فندم، غبت علينا شهرين وحنا ندعي لك ترجع لنا بخير وسلام، واخيرا رجعت، الحمد لله على سلامتك. تحب تشرب قهوه او شاي؟ والله القهوه والشاي عرض افضل من البوكسر. anyway سمعت انك رجعت من الموت، تحب نرجعك تجرب طعم الموت بصاروخ نووي ولا سم جديد؟ ووعد مني انت اول واحد راح يجرب السم الجديد. اعتقلوه وحطوه في السجن وفتحوا عليه تهم قديمه هو في الاصل كان بريء منها. لكن انا وش اللي يخليني اشرح؟ سجين رايي هو يعني الدول العربيه افضل مننا؟ خلاص دخل السجن وسكت. وبعدها بيوم واحد في 19 جانفي 2021 نزل الفيديو تقريبا ساعتين. الفيديو داخل على 130 مليون مشاهده. نافالني يلعب بعشرات الملايين وكانها ولا شيء. اسم الفيديو قصر بوتين، تاريخ اكبر رشوه في العالم. في اول فيديو شجعت زوجة نافالني الناس للنزول في مظاهرات في يوم 24 من الشهر، ومثل المتوقع نزل الالاف او ربما عشرات الالاف للشارع والمظاهرات استمرت لايام. وطبعا الصحافه العالميه مستحيل تترك شيء مثل هذا يمر مرور الكرام. نزلوا في بوتين سب في حياتك ما راح تشوفه. ومن سابع المستحيلات العجوز الخريف بايدن يخلي زله مثل هذه تمر بسلام بدون ما يستشرف على بوتين. Navalny's death would be another indication that Russia has little or no intention of abiding by basic fundamental human rights. It would be a tragedy. It would do nothing but hurt his relationships with the rest of the world, in my view, and with me. لو تسأل أي أحد قبل 2 أو 3 مين راح يبدأ الحرب العالمية الثالثة، أغلبنا كان يقول كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية. ونسينا بوتين صاحب 6000 صاروخ نووي احتل أوكرانيا بدون ولا واحد يتحرك ضده تحرك عسكري لمدة 2 وحتى بعد مرور 2 شاف ولا واحد قرب منه ففسخ العقد اللي كانت روسيا عاقدة عليه بخصوص تجارب الأسلحة النووية وخرج صاروخ نووي وقال راح أصعق العالم بعد ما أطلق الصاروخ. وقبل حوالي شهر وقع على ورقة أخرى تقول أنه صفقة بيع ألاسكا لأمريكا اللي كانت جزء من روسيا لم تكن قانونية. أنت حاليا راح تقول لي مستحيل يكون قاصد يستفز أمريكا لأنه أي حرب بينهم وبين روسيا راح تدمر العالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأنا راح أقول لك شفت المشاكل السياسية اللي صارت في تكساس بسبب المهاجرين اللي جايين من المكسيك ومقولة أنه تكساس راح تنفصل عن أمريكا. روسيا علقت تحت البوست وقالت نحن ندعم تكساس في حق التقرير المصير. صدقوني نهاية العالم راح تكون في يد روسيا. ولكن قبل ما نخلص الفيديو نصيحة لأي معارض عربي، إياك ثم إياك تتحمس وترجع لبلدك على أساس أنه أنت المحارب الشجاع اللي يدافع عن حقوق المواطنين وحرية التعبير. اهرب لأبعد نقطة ممكن توصلها في الخريطة. هذه هي نصيحتي لك إذا كنت حابب تكمل حياتك برا السجن. ونافالني المسكين في الأول كانوا يجددوا لنافالني شهر ورا شهر حبس وبعدها حكموا عليه 3 سنوات، ولكن في الفترة الأخيرة اتهموه بإنشاء منظمة متطرفة وثبتوا عليه الحكم بأنه هو من أنشأها وحكموا عليه 19 سنة. يعني نافالني راح يخرج سنة 2040.